السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبايبنا ازيكم عاملين ايه؟ معكم مستر محمود ابراهيم مدرس مادة التاريخ. ان شاء الله النهارده معانا اول امتحان في المراجعة، امتحان واختبار على الدرس الاول، هيلم لنا معظم الدرس الاول، هيلم لنا تكات واسئلة كتير هتفيدنا جدا ان شاء الله. اللهم انا نسألك حفظ المرسلين وفهم النبيين والملائكة المقربين، توكلنا على الله. شباب، السؤال الاول بيقول لي من خلال دراستك لتاريخ مكة، من خلال دراستك لتاريخ مكة قبل الإسلام، بيقول لك لما جيت تدرس تاريخ مكة قبل الإسلام على طول بنقول للطلبة جملة مهمة: عشان تحل السؤال في التاريخ صح لازم تفهم السؤال صح. عشان تحل صح افهم السؤال عايز ايه. فبيقول لي من خلال دراستك لتاريخ مكة قبل الإسلام يعود سبب انتشار الأسواق بها. تفتكر ايه اللي يخلي مكة عندها اسواق كتير قوي قوي عن شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام؟ ليه مكة في اسواق كتير قريبة منها؟ شباب، لما جينا ناخد اهمية مكة قلنا ليها اهميتين: اهمية دينية وطبعا عشان فيها الكعبة، واهمية اقتصادية. واهمية ايه؟ اهمية اقتصادية كانت لثلاث اسباب. اول حاجه يا شباب ان على طريق القوافل التجاريه اللي بين الشام واليمن. يعني ايه؟ يعني لو في قافله ورحله تجاريه في اليمن وعايزه تروح الشام لازم تعدي على مكه، ولو في واحده في الشام فوق نازله اليمن لازم تعدي على مكه، فبقت مكه على الطريق القوافل اللي رايحه من الشام لليمن. تمام يا شباب؟ مفيش مشكله. تاني حاجه خلت مكه ليها اهميه اقتصاديه، ان مكة كانت بتنظم رحلات تجارية كتير، كانت بتعمل لي بعثات تجارية، واشهر رحلتين اللي احنا كلنا عارفينهم رحلة الشتاء ورحلة الصيف اللي ربنا قالهم في القرآن: لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. قريش دي القبيلة اللي كانت في مكة، ودي ربنا ذكرها في القرآن. وتالت حاجة بتدي لمكة أهمية اقتصادية يا شباب، تالت حاجة بتدي لمكة أهمية اقتصادية إن عندها أسواق كتير قريبة منها. تفتكر اشمعنى مكة بالذات اللي عندها أسواق قريبة منها؟ هل بسبب إن عندها قبائل كتير؟ شباب، ده معظم شبه الجزيرة العربية قبائل يا مستر، يبقى أكيد الإجابة دي مش دي اللي هتميز مكة، الإجابة دي غلط. معظم شبه الجزيرة العربية قبائل، فهل ده حاجة ميزت مكة عشان يبقى فيها أسواق؟ لا يا مستر. تاني حاجة عشان فيها بضائع متنوعة، ما برضو الشام فيها بضائع واليمن فيها بضائع ومكة فيها بضائع ويثرب على طريق التجارة فيها بضائع، دي برضو موجودة في أماكن تانية كتير، دي مش الحاجة اللي هتميز مكة، فدي غلط. تالت واحدة البيت الحرام. هي احنا ممكن نعمل اسواق في مكة كتير عشان فيها الكعبة اللي الناس بيزوروها في موسم الحج، فبيبقى اعداد الناس كتير، فاحنا نعمل اسواق نستغل الناس كتير عشان يجي يشتروا من عندنا. والله مستر انا شايف دي الاجابة. هقول لك طب استنى، اعمل جنبها كده علامة خلاص وسيبها نرجع لها تاني، بس لازم نكمل بقية الاجابات. هل يا ترى عشان العملات المتنوعة؟ شباب، احنا اخدنا ان شبه الجزيره كانت بتعتمد على كام عمله؟ اتنين: يا اما الدينار الذهبي اللي بناخدوه من الروم، او الدرهم الفضي اللي بناخدوه من بلاد فارس، يا اما المقايضه. انا هنا بقول لك شبه الجزيره العربيه كانت بتعمل كده كلها، مش مكه واحده، يعني دي مش حاجه، مش مكه لوحدها، دي مش حاجه بتميز مكه. يبقى شباب الاجابه الوحيده اللي تنفع صح ايه؟ البيت الحرام. طب ليه يا مستر اقنعني ليه البيت الحرام؟ شباب، موسم الحج عندي اعداد كتيره جدا جدا جدا، فانا بستغل ده، انا ذكي في التجاره، باجي فاتح اسواق قريبه من مكه، فاللي بيحج ده هيعوز يشتري حاجات فيجي يشتري من عندي من الاسواق بتاعتي فبكسب فلوس. السؤال الثاني يا شباب: لعبت البيئه البدويه دور في عدم اهتمام القبائل بايه؟ شباب ركز في السؤال، بيقول لك لعبت البيئة البدوية دور في عدم اهتمام القبائل. تفتكر عدم اهتمام القبائل بايه؟ هل بصناعة الأسلحة؟ يعني عشان هم قاعدين في بيئة في الصحراء ما كانوش بيصنعوا أسلحة؟ إزاي؟ ده كان عندهم صناعة الأسلحة دي كتير جدا، دي كانت صناعة استراتيجية مهمة عشان كان في بينهم حروب كتير، يبقى دي ما تنفعش. هل يا ترى البيئة الصحراء البيئة البدوية دي لعبت دور في عدم الاهتمام ببناء تماثيل؟ يعني هم ما كانوش بيعملوا تماثيل؟ لا طبعا، هم كانوا بيعبدوا غيرها، اللاتي والعزى ومناة وهبل، كانوا بيعبدوا التماثيل، يبقى دي برضو ما تنفعش، كانوا مهتمين بيها. المباني الضخمة، يعني عشان هم قاعدين في الصحراء فكانت بيوتهم في خيام او بيت بجذع النخل او بيت
بيت عادي جدا. هل ده البيئة بتاعتهم خلتهم ما يهتموش انهم يعملوا مباني ضخمة؟ مستر انا شايف الاجابة دي تنفع. طب حبيبي اعمل جنبها علامة وسيبها. اخر واحدة الحلي، يعني عشان هم قاعدين في الصحراء ما كانوش مهتمين بصناعة الحلي؟ لا، ده كان عندهم حلي اللي كانوا بيطلعوه من الخليج العربي. يبقى مستر الاجابة دي كمان ما تنفعش. يبقى انا كده اكدت لنفسي الاجابة اللي هي المباني الايه؟ الضخمة. شباب السؤال الثالث بيقول لي بعد دراستك لتاريخ العرب قبل الاسلام، من خلال دراستك لتاريخ العرب قبل الاسلام، استنتج طلع اقرب سوق عربي للحبشه. ايه هو اقرب سوق من دول موجود ناحيه الحبشه؟ هل سوق عكاظ ولا الكوفه اللي في العراق؟ خلي بالك عكاظ في بلاد الحجاز عند مكه، والكوفه في العراق، وحمير في اليمن، وتدمر في الشام. مين اقرب واحد تفتكر هيكون للحبشه؟ طبعا الناس اللي عارفه الخريطه هتعرف ان الاجابه حمير عشان اليمن. طب يا مستر انا ما اعرفش الخريطه. هقول لك تعالى، هقول لك حبيبي بص، انا عندي هنا سوق عكاظ، وعندي هنا الكوفه، وعندي هنا تدمر، وعندي هنا حمير. مركز معايا؟ بص بقى بلاد الحبشه فين؟ مين اقرب واحد فيهم؟ ده ولا ده ولا ده ولا حمير؟ مستر ده يا دوب اهي. يبقى اقرب سوق عند العرب قبل الاسلام لبلاد الحبشه كان السوق اللي موجود فين؟ في حمير. شباب السؤال الرابع بيقول لي معالجه عادات العرب وتقاليدهم السيئه قبل الاسلام تحتاج لاصلاح ايه؟ لما اجي ابص يا شباب لعادات العرب الوحشه اللي قبل الاسلام، يا ترى هيحتاجوا الاصلاح ايه؟ نصلح ايه عندهم؟ الامور الاقتصاديه ولا السياسيه ولا العسكريه ولا الدينيه؟ شباب عشان احل السؤال ده ركز معايا. لما نيجي يا شباب ناخد العادات والعرب، ناخد العادات والتقاليد عند العرب قبل الاسلام، هيقول لنا يا شباب العادات عند العرب كانت ماشيه في 3 اتجاهات، وركز معايا قوي قوي قوي. اول اتجاه كان عندنا عادات ايجابيه زي ايه يا مستر؟ اللي احنا عارفينها، الكرم، العفو، الشجاعه، الوفاء بالعهد. كل دي عادات ايه؟ كويسه. وده انا مش عايزها في السؤال. السؤال ما بيكلمنيش على العادات الايه؟ الكويسه. طب بيكلمني عن ايه؟ شباب العادات السيئه عند العرب قبل الاسلام كانت نوعين. عندي عادات سيئه وعندي عادات سيئه مرتبطه بالديانات الوضعيه. لا مستر فهمني، الكلام ده كده بيكبر مني. صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. العرب كان عندهم عادات ايجابيه خلاص مالناش دعوه بيها، كان عندهم عادات سلبيه. ننزل صفحه جديده خالص، تعال. يبقى شباب العرب العادات السلبيه اللي عندهم كانت نوعين اهو. العادات السلبيه، عادات سلبيه زي اللي احنا كلنا عارفينها، زي مثلا لعب الميسر. العرب كانوا زمان بيلعبوا قمار، شرب الخمر، بيشربوا خمره كتير، وأد البنات. بعض القبائل كانت بتدفن البنات وهي حيه، زي مثلا الاغاره على القوافل التجاريه، زي العصبيه القبليه. كل دي عادات وحشه عند العرب شباب. وكان عندي نوع تاني من العادات الوحشه. ايه هي يا مستر؟ قال لي العادات السيئه المرتبطه بالديانات الوضعيه. شباب لما نيجي نبص للديانات عند العرب، فالديانات كانت نوعين، ودي فرصه نشرح الديانات بسرعه بما اننا جبنا سيرتها. كانت نوعين، ديانات سماويه جايه من عند ربنا من السماء، او ديانات وضعيه الانسان هو اللي وضعها، عشان كده بقول عليها وضعيه. اللي من عند ربنا في السماء كانت اول ديانه عند العرب هي الديانه الحنيفيه، وهي ديانه سيدنا ابراهيم. وهي ديانه سيدنا ايه؟ ابراهيم. وهي عباده الله الواحد الاحد. ودي كانت موجوده في
مجموعة صغيرة من الناس في مكة. تاني عبادة هي اليهودية، واليهودية هي عبادة سيدنا ايه؟ سيدنا موسى. وقلنا كانت منتشرة في أماكن يعني في يثرب، الهجرات اللي حصلت من اليهود من الشام ليثرب، وكمان كانت موجودة في أجزاء من اليمن في حمير. شباب، وبناخد كمان حاجات مهمة قوي، إن في ديانة كانت الديانة المسيحية اللي هي ديانة سيدنا عيسى. كل ده ديانات سماوية. أنا مش عايزها في السؤال، أنا عايز الديانات الوضعية، الديانات اللي الإنسان وضعها. كانوا 3. أول حاجة شباب عبادة الأصنام والتماثيل والأوثان، إنهم بيعبدوا الأصنام. ربنا قال في القرآن: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. يعني دي العبادات اللي كانوا بيعبدوها، هبل واللات والعزى ومناة، دي العبادات بتاعتهم. بيعبدوا تماثيل، ودي كانت منتشرة، كان كل قبيلة عندها تمثال بتعبده. وكمان يا شباب كان عندهم كمان وبيعبدوا عبادة الصابئة. عارفين ايه عبادة الصابئة؟ كانوا بيعبدوا النجوم والكواكب. فاكرين في قصة الهدهد، في قصة سيدنا سليمان، لما سيدنا الهدهد قال لسيدنا سليمان: جئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس. دي كانت اسمها عبادة الصابئة. وعندي تالت نوع من العبادات عبادة المجوسية، وهم بيعبدوا النار. وعبادة المجوسية دي كان فيها إله خير وإله شر. شباب، لما اجي ابص على العبادات الوضعيه، الاصنام والاوثان والمجوسيه والصابئه، هم لما كانوا بيعبدوا العبادات دي كان عندهم فكره جواهم ان مثلا النار دي فيها الهين، او عباده النار المجوسيه اله خير واله شر، ان في قوه خفيه، ان الجن ممكن ياثر عليا. فالعبادات الوضعيه خلتهم مؤمنين بالسحر، بالتنجيم، بقدره الجن الخفية على الخير والشر، انه ينفع ويضر. شباب، كل دي عادات وحشة. امتى اقدر اشيلها؟ لو انا صلحت الاديان بتاعتهم. هم لو ما عندهمش، لو انا شلت الاديان الوضعيه ده وجبت لهم دين سماوي زي الاسلام، كل ده مش هيبقى موجود، ولا كل ده هيبقى موجود. وده الدليل لما الاسلام جه، الاسلام حرم الميسر، الخمر، حرم الميسر والخمر، حرم وأد البنات، حرم انك تغير على القوافل وتاخد حق مش بتاعك، بعدنا على العصبية القبلية. المسلمين كلهم أمة واحدة. الإسلام حرم السحر، حرم التنجيم، حرم الاستعانة بالجن، حرم الاعتقاد، حتى إن واحد منجم يقول لي إيه اللي ممكن يحصل لك، حرم كل ده. يبقى شباب هم كانوا محتاجين إصلاح اقتصادي ولا إصلاح ديني؟ سامعك؟ إصلاح ديني. يبقى الإجابة إصلاح ديني. شباب، السؤال رقم 6 بيقول لي احنا في السؤال رقم 5: من المفترض أن تكون أكثر مناطق شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام فيها استقرار للإنتاج الزراعي. تفتكر إيه أكتر منطقة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام هيكون فيها استقرار زراعي، هيبقى فيها استقرار وزراعة؟ إيه هي؟ هل يا ترى العراق ولا الحجاز ولا الشام ولا اليمن؟ مستر، انا لما اخدت الزراعه اخدت ان في زراعه في الاجزاء الشماليه، زي مثلا العراق دي في الاجزاء الشماليه، والشام في الاجزاء الشماليه. واخدت ان كان في زراعه في الاجزاء الجنوبيه زي اليمن، وفي اجزاء متطرفه. ممكن في الحجاز مثلا كان يتيثرب. ايه ده يا مستر، هو جايب لي سؤال فيه اجابات كتير تنفع؟ لا، مش اجابات كتير تنفع، بس تعالى ركز معايا كده. بيقول لك اكتر المناطق في اللي موجودين عندك هيبقى فيها استقرار زراعه. نرجع بدماغنا شويه لتاريخ اولى ثانوي. لما الانسان كان عايش فوق الهضبه نزل واستقر ليه؟ عشان لقى انهار. فلما لقى انهار بقى عنده استقرار وزراعه. فاكتر حاجه عملت للانسان استقرار وزراعه وجود الانهار. طب ايه هنا عنده انهار؟ مستر، العراق ده فيها نهرين مش نهر واحد، دجله والفرات. يبقى الاجابه هتبقى العراق. 6: عملت المرأة في إنتاج المواد اللازمة للصناعة. المرأة كانت بتشتغل في إنتاج المواد اللازمة لصناعة الملابس عند العرب. أخدنا إن المرأة كانت بتعمل غزل، كانت بتجيب يا شباب
الوبر، والوبر اللي هو بتاع الجلد، عارفين الخروف الوبر بتاعه اللي من فوق ده اللي هو الصوف بتاعه ده الشعر بتاعه، وبتاع الجمل، وكانت بتغزلهم وتعملهم خيوط. طب الخيط ده هصنع منه ملابس، يبقى المرأة كانت بتصنع لي او كانت ليها دور في المصدر المادة الخام بتاعت الملابس، الخيط اللي بصنع منه ملابس. يبقى ده شباب هيظهر لي في الحضر بالعقل في الحضر، ولا بادية في الصحراء، ولا في الريف ولا المدن؟ لا يا مستر، في البادية. رقم 7، اهتمام اهل البادية بالزراعة. الناس اللي في الصحراء ليه كانوا مهتمين يزرعوا نخل كتير يا شباب؟ الناس اللي في الصحراء ليه كانوا مهتمين يزرعوا نخل كتير؟ بص يا مستر، هيزرعوا لي النخل اكيد اكيد اكيد، اي حد بيزرع اي حاجة اكيد انا عارفها عشان الاكل. هقول لك اجابتك صح اكيد. طب هيزرعوا النخل ليه تاني؟ شباب لما جينا ناخد الحياة الاجتماعية اخدنا العرب البدو اللي في الصحراء كانوا بيصنعوا بيوتهم من جذوع النخل، كانوا بيعملوا يا اما خيم يا اما طوب من الطين كده عادي صغير على قدهم، يا اما بيعملوا بيوت من الجذع بتاع النخل. يعني كمان كان يستخدموا النخل في بناء بيوتهم، بس ده ما كانش في الحضر، كان في البدو. فانا عايز اجابه قريبه من ده. هل الغذاء مستر اكل يعني غذاء، والمعماريه ما المعماريه يعني بناء مستر انا شايف الاجابه دي تنفع. اقول لك استنى ما تستعجلش. هل الغذائيه والعسكريه؟ هي الغذائيه تنفع بس ما فيهاش عسكريه. طب هل العسكريه والمعماريه؟ مستر اهو بناء يعني معمار، يبقى المعماريه تنفع بس العسكريه لا. هل البيئيه والنفسيه؟ يبقى الاجابه بتاعت ايه؟ الغذائيه المعماريه. رقم 8، عند العرب قبل الاسلام. العرب كان عندهم مصطلح شباب اسمه طريد. يعني ايه طريد؟ بيقول لك طريد ده الشخص اللي قابلته بتقاطعه مش شباب طريد يعني الشخص اللي قابلته مخصماه مش بتكلمه، قطعوه قالوا له امشي مش عايزين نكلمك مش عايزين نعرفك. تفتكر يا شباب مين هو اللي قابلته مش هتكلمه، اللي هتطرده، اللي هتقطعه؟ نستنتج كده ان الشخص ده هل هو اللي بيسرق، ولا بيوئد البنات، ولا اللي بيخالف عادات القبيلة، ولا اللي هرب من التجنيد؟ بص يا مستر دي بعيدة شوية، اللي هرب من التجنيد. وقام بوئد البنات دي بعيدة لأن كان في قبائل كتير بتموت البنات، أو كان في قبائل بتموت البنات أو بتوئدهم اللي هو يدفنوهم وهم أحياء. يبقى أنا عندي هل يا ترى اللي بيسرق ولا اللي بيخالف عادات قبيلته؟ لما نيجي نرجع للحياة السياسية يا شباب هنعرف إن دستور القبيلة العادات والتقاليد، القانون اللي القبيله ماشيه بيه العادات والتقاليد. فلما انت تخالف عادات القبيله انت خالفت الدستور، خالفت القانون بتاع القبيله، يبقى انت كده مش عايزينك، هنطردك، انت كده بقيت طريد، قطعناك مش هنكلموك. انت ما اهتمتش باهم حاجه في القبيله، عاداتنا تقاليدنا قانوننا. تمام يا شباب؟ السؤال اللي بعد كده بيقول لي العباده التي ظهرت عند العرب قبل الاسلام وكانت تحتوي على تناقض. مستر يعني ايه تناقض؟ يعني حاجة وعكسها، ابيض واسود، اهلي زمالك، الحاجة وعكسها، الحاجة وايه وعكسها. فجأة يا شباب اقول لك ايه العبادات كانت فيها اتنين عكس بعض. الناس الشاطرة عارفين ان المجوس، عبادة المجوس بنسميها عبادة النار، بنسميها عبادة ايه؟ النار. وقلنا عبادة النار دي كانت قايمة على اتنين، إله خير وإله شر، خير وشر عكس بعض. يبقى العبادة اللي ظهر فيها تناقض العبادة بتاعت المجوس اللي هي عبادة النار. تمام يا شباب؟ رقم 10، بناء الغساسنة لقصر المشتى. الغساسنة بنوا قصر المشتى، من المفترض انهم يتأثروا بالفن ايه؟ مستر هي الغساسنة دي مش اللي كانت متحالفة مع الروم؟ فلما الغساسنة اللي في شبه الجزيرة العربية تبني قصر، يبقى اكيد 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 ما تأثروش بالفرس، تأثروا بالروم. يبقى اروح ادور على حاجة في الاختيارات بتقول لي الروم. هل يا ترى الفرعوني، الفن الفرعوني؟ مستر فرعون مين بس دلوقتي؟ الفارسي؟ لا هم كانوا تبع الروم مش تبع الفرس، فدي غلط. البيزنطي؟ لا مستر البيزنطي غلط. غلط ايه يا حبيبي؟ ما البيزنطي يعني الروم،
الرومان يا شباب كانوا متقسمين لجزئين، جزء في الغرب وجزء في الشرق. الشرق عندنا كنا اسمهم الروم الشرقيين او البيزنطيين، فكلمه بيزنطي يعني الروم برضو، ولا الافريقي غلط، فتبقى الاجابه الايه؟ البيزنطي. بعد دراستك لحياه العرب قبل الاسلام، من خلال دراستك للدرس ده طلع لي وقول لي مكانة الشخص العربي اللي يسكن الحجاز. الحجاز اللي هي مكة، يثرب، الطائف. تفتكر يا شباب الشخص هنا كان عنده ايه الحاجة اللي تخلي مكانه يمشي في وسط الناس قبل الاسلام يقول ده انا مفيش مني اتنين؟ هل يا ترى بسبب قوة دولته؟ هو كان في دولة ساعتها مصر؟ لا غلط. ولا كثرة ابنائه؟ شاكك يا مستر، ما ممكن يكون فرحان بابنائه. طب سيبها، انت شاكك سيبها. ولا قوة قبيلته؟ يا مستر ده كان عندهم حاجة اسمها العصبية القبلية، ده يقول لك انا من قبيلة كذا وده يقول لك انا من قبيلة كذا، فكانت دي بالنسبة له مكانة كبيرة. يبقى انا شايف الاجابة قوة القبيلة. طب كمل. حسن الخلق؟ لا، يعني كانت العصبية القبلية كانت في الوقت ده فظيعة جدا، والقبيلة بتاعتك هي اللي بتديك تقلك، فتبقى الإجابة قوة القبيلة. شباب السؤال رقم 12 بيقول لي بعد دراستك لتاريخ العرب قبل الإسلام استنتج أسواق بيع اللؤلؤ عند العرب انتشرت في جهة إيه؟ واحدة واحدة. إحنا كنا بنطلع اللؤلؤ منين؟ من الخليج العربي. طب يا مستر احنا شطار وعارفين الخليج العربي في اتجاه ايه؟ الشرق. السؤال رقم 13 تنوعت اساليب التجاره عند العرب قبل الاسلام. شباب لكن ركز على الجمله دي كده، ركز 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 معايا. التجاره البحريه. تفتكر مين كان عنده تجاره بحريه كتير؟ نرجع تاني للسؤال ونرجع للوضع بتاعنا. هل يا ترى الشام واليمن ولا العراق والحجاز ولا الشام والحجاز ولا العراق واليمن؟ بص يا شباب في حاجات لازم نطلعها بره على طول. الحجاز دي كانت عندها تجاره في مكه ويثرب. في مكه ويثرب كان على نفس الطريق بتاع القوافل اللي هي بين الشام واليمن. العراق يا شباب كان عندها تجاره بحريه ولا العراق دي كان عندها نهر؟ كان عندها نهر، وانا بتكلم على التجاره البحريه، فاذا الاجابه دي غلط. الشام والحجاز، الشام تنفع، الشام عند البحر المتوسط، مش بس كده كمان عندها مواني. ولكن هل الحجاز كان عندها مواني؟ كانت بتتاجر في البحر الاحمر؟ لا. هل العراق واليمن؟ احنا قلنا العراق بره اللعبه خالص. مستر الشام واليمن، شباب اليمن دي كان عندها اسطول تجاري، اسطول مراكب كتيره للتجاره، والشام كانت عند البحر المتوسط مش بس كده وعندها مواني. يبقى الاجابه الايه؟ الشام واليمن. السؤال رقم 14 أطلق العرب على أحد علومهم قبل الإسلام علم الأنواء. عارفين إيه يا شباب الأنواء؟ يجي يقول لك نوة المكنسة. النوة دي يعني الدنيا هتيجي والكام يوم دول هيحصل فيهم نوة وشتاء كتير، هيحصل شتاء هيحصل نوة، ده علم الأنواء. في ضوء هذه العبارة استنتج علم الأنواء من خلاله بعرف إيه؟ بعرف الأسواق، مفيش بس علاقة، نوة دي يعني الدنيا هتشتي كام يوم، دي كده غلط. التعليم اكيد برضه مالهاش علاقه بالتعليم. المناخ، ايوه مستر ما ده المناخ الدنيا هتشتي، يبقى دي الاجابه الصح. ولا يا شباب الملوك، انا بعرف من الانواع بتاعه المناخ الشتاء الملوك، غلط. شباب وسجل عندك في كراستك ولا في سكتشك ان علم الانواع كان مرتبط بالزراعه. ما هو مطر، هو ايه؟ مطر. السؤال اللي بعد كده يا شباب بيقول لي اي من المدن الاتيه اثرت في التركيبه السكانيه للعرب قبل الاسلام؟ سؤال مهم جدا جدا وبيتكرر كتير. اخدنا شباب ان انا كان عندي مدينه تحت اسمها سبأ. سبأ دي كان فيها سد اسمه سد مأرب. السد ده لما انهار هجرت معظم قبائل سبأ لاماكن متفرقه وكتير من شبه الجزيره العربيه. اذا التركيب السكان قبل انهيار السد حاجه وبعد انهيار السد حاجه تانية خالص.
وده بقول عليه تغير في التركيب السكاني، يعني تغير ديموغرافي. فالسؤال بيقول لي اي من المدن الاتيه اثرت في التركيبه السكانيه او اثرت في التركيب الديموغرافي لشبه الجزيره العربيه قبل الاسلام؟ هتبقى مدينه مأرب او سبأ. لما السد مأرب ده انهار، ايه اللي حصل يا شباب؟ هجرت قبائل كتير لاجزاء متفرقه لشبه الجزيره العربيه. السؤال رقم 16 يا شباب بيقول لي وجه الشبه يا شباب. وجه الشبه يعني اتنين بينهم شبه، بين النشاط الاقتصادي لمكة ويثرب يتمثل في ايه؟ تعالى لي دقيقة واحدة. لما نيجي يا شباب ناخد أهمية مكة، فأنا قلت لك ليها أهمية دينية. مصر ليها أهمية دينية بكل بساطة عشان وجود الكعبة في مكة. طب لما تقول لي ايه أهمية مكة التانية؟ أهمية اقتصادية. طب ليه يا مستر أهمية اقتصادية؟ عشان 3 حاجات. عشان كام حاجة؟ 3 حاجات. أول حاجة إنها على طريق القوافل التجارية على طريق القوافل التجارية بين اليمن والشام، وكمان كانت بتنظم رحلات تجارية زي رحلتين الشتاء والصيف. واخر حاجه يا شباب كان عندها اسواق قريبه منها. ده بالنسبه لمكه. لما اروح ليثرب، ايه اهميه يثرب؟ يثرب كانت اهميتها اقتصاديه. ليه اقتصاديه يا شباب؟ عشان حاجتين. اول حاجه فيها زراعه، ودي اللي ميزت يثرب عن مكه. ركز يا شباب واكتب الملاحظات دي. اللي ميز يثرب عن مكه الزراعه، لكن اللي ميز مكه عن يثرب الكعبه والاهميه الدينيه. شباب بنقول كمان ان يثرب كان فيها نشاط تجاري اقتصادي زي مكه كان عندها اقتصادي تجاري. شباب النشاط التجاري ده ليه؟ اخدنا لان يثرب هي كمان على طريق القوافل اللي بين الشام واليمن ومكه. يثرب دي فوق مكة على طول، فالقوافل اللي بتعدي على مكة لازم تعدي على ايه؟ على يثرب. يبقى الاتنين كان ليهم أهمية اقتصادية تجارية، والاتنين على نفس الموقع، نفس الايه؟ الموقع. فبنقول يا شباب وجه الشبه بين مكة ويثرب هل كان في ايه؟ في الزراعة؟ لا، الزراعة دي ميزت يثرب. هل في التجارة؟ ايوه يا مستر، ده الاتنين اشتغلوا في التجارة بسبب الموقع بتاعهم. ولا في الصناعة؟ لا. ولا في التعدين؟ لا برضه. السؤال رقم 17. اي من بلاد العرب قبل الاسلام اتأثرت بعلم الفلك؟ خلي بالك علم الفلك ليه علاقة بالتجارة وليه علاقة بالدين. فبيقول لي اي من بلاد العرب قبل الاسلام اتأثرت بعلم الفلك بس ربطته بالدين. مستر هو ايه اللي جاب علم الفلك للدين؟ حبيبي هو يعني ايه علم فلك؟ هو علم دراسة النجوم والكواكب. ايه ده مستر؟ النجوم والكواكب اللي كانت في ناس بيعبدها في عبادة الصبيئة هي دي. تعالى بقى، مين الاماكن اللي كان فيها صبيئة في شبه الجزيرة العربية كانوا بيعبدوا النجوم والكواكب؟ قال لي 2: الرقة وحران في الشام، وكان في اليمن عند سبأ. يبقى شباب انا هدور في الاختيارات على الرقة وحران اللي في الشام او اليمن. بيقول لي اي من بلاد العرب قبل الاسلام اتأثرت بعلم الفلك وربطته في الدين؟ هل الشام او مصر؟ ده فيها رقة فيها حران تنفع. العراق ما جتش جنبها، العراق كانت ديانة مسيحية. يثرب كان فيها بيعبدوا الاصنام والاوثان وكان فيها يهود، برضو غلط. مكة لا مستر، مكة كان فيها ديانة حنيفية وكان فيها الاصنام والاوثان. يبقى الاجابة الصح ايه؟ الشام. طب يا شباب لو شلت الشام هحط اليمن. السؤال رقم 18. استنتج سبب تسمية بلاد اليمن قبل الاسلام باليمن السعيد. شباب من خلال اللي احنا قعدنا نتكلم على اليمن كتير، ليه ممكن يسموا اليمن اليمن السعيد؟ هل نسبة لاسم ملكهم؟ مش عارف. ولا العدالة الاجتماعية؟
مش عارف برضو، ولا بسبب ازدهارهم اقتصاديا. مش دول اللي عملوا رحلة الرحلات التجارية، واليمن كانت بتنزل لها رحلة الشتاء، دي اللي كان على طول فيها تجارة. هي مش اليمن دي اللي كان عندها اسطول تجاري، يعني عندها اقتصاد، عندها فلوس؟ طب الإجابة ازدهارهم اقتصاديا من غير كلام. أنه بها ملك عادل؟ لا. شباب السؤال رقم 19. تعددت الديانات عند العرب قبل الإسلام. بيقول الدين عند العرب قبل الإسلام كان في ديانات كتيرة. كان عندي يا شباب ديانات كتيرة. ده بيدل على إيه؟ التسامح الديني. ده بيعبد حاجة وده بيعبد حاجة وده بيعبد حاجة. تسامح ديني ولا تطور فكري ولا الصراع الديني ولا قوة الإيمان؟ شباب عبادات كتير، عبادات هم حطوها بدماغهم، وعبادات سماويه. صراع شباب، استحاله شباب. ما حدش يقول لي تسامح دين يا مستر، اصل كل واحد بيعبد اللي هو عايزه. لا، لما اجي اقول لك واحد بيعبد الحنيفيه ديانه سيدنا ابراهيم، واحد بيعبد الصنم، هل في بينهم علاقه تسامح؟ شباب ده بيدل على كميه الصراع بين الاديان. عشان كده شبه الجزيره العربيه كانت محتاجه الرسول يرشدهم لعباده الله الواحد الايه؟ الاحد. 20. حظيت. يعني ايه حظيت يا شباب؟ يعني نالت، يعني اخذت. نالت المرأة مكانة سياسية كبيرة عند العرب قبل الإسلام في جهات الجزيرة العربية. سؤال جميل جدا شباب. قلنا كتير جدا جدا انه بيلعب في الامتحان على الاتجاهات. طب واحدة واحدة تعال نحلل السؤال. بيقول لي المرأة كان لها مكانة سياسية كبيرة عند العرب قبل الإسلام. مستر دي المرأة دي كانت بتحكم زي واحدة اسمها زنوبيا في تدمر اللي في الشام اللي في الشمال، واحدة اسمها بلقيس اللي في سبأ اللي في اليمن اللي في الجنوب. يبقى المرأة كان لها مكانة سياسية كبيرة فين؟ في الشمال وفي الجنوب. 21 بيقول لك لو عرف العرب قبل الإسلام اختراع التلسكوب والعدسات، التلسكوب اللي بشوف بيه النجوم، من المتوقع مين أول من يسعى لشرائه؟ تفتكر مين أول ناس هتشتري التلسكوب ده؟ هل الرقة وحران؟ مستر مش دول بتاعت عبادة الصبيئة؟ النجوم والكواكب؟ يبقى هيحتاجوا التلسكوب. ولا مكة ويثرب؟ لا، احنا ما جبناش سيرة ان كان في عبادة صبيئة في مكة ويثرب. ولا اليمن والعراق برضو لا، ولا الخليج والحجاز برضو ايه؟ لا. اول ناس هتسعى لشرائها اللي بيعبدوا النجوم، بيعبدوا الكواكب. شباب 22 بيقول لي ازدهرت العلوم عند العرب. العلوم، بص يا شباب، لما جينا نتكلم على العلوم في المنهج قلنا العلوم ازدهرت في الاجزاء الشماليه. اشمعنى الاجزاء الشماليه؟ عشان كانت قريبه من اعظم حضارتين كانوا موجودين في الوقت ده، الروم والفرس. فانا اروح ادور على حاجه في الاختيارات تكون في الشمال. مستر الغساسنه، الغساسنه دي في الشام، في الشمال تنفع. سبأ؟ لا، سبأ في اليمن في الجنوب. مستر الحيرة في العراق في الشمال، والله كانت تنفع من غير سبأ. يلا مش مشكله. تاني اجابه الغساسنه، خلاص الغساسنه في الشمال تنفع. تدمر في الشمال تنفع. حمير في اليمن مش هتنفع. مستر الغساسنة في الشمال تنفع. الحيرة العراق في الشمال تنفع. الأنباط في الشمال في الشام تنفع. يبقى دي الإجابة. طب تعال نشوف آخر واحدة. الغساسنة في الشمال تنفع. الحيرة في الشمال تنفع. لكن غلط، معين في الجنوب ما تنفعش. دي يا شباب طريقة حل السؤال. بمسك كل كلمة في السؤال والإجابة بفصصها. شباب بيقول لي بعد كده تعد المدينة في الصورة المقابلة دليل على تقدم العرب في ايه؟ دي يا شباب صورة لمدينة الحجر. ايه مدينة الحجر ده يا مستر؟ مدينة الحجر دي كان قاعد فيها قوم ثمود. كان قاعد فيها مين؟ قوم ثمود. قوم ثمود دول كان عندهم نبيهم اسمه صالح. ربنا بيقول عليهم في القرآن ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. قوم ثمود يا شباب كانوا في الجبال بينحتوا في الجبال بيوت. لو قربنا الصورة دي هنلاقي بيت يا شباب جوه الجبل، بيت اهو، باب اهو، باب ده باب، وادي بيت اهو جوه الجبل يا شباب. فده بيدل يا شباب على ايه؟ فبيقول لك مدينة الحجر بتاع قوم ثمود اللي نبيهم صالح اللي ربنا قال عليهم في القرآن وكانوا ينحتون من الجبال بيوت. يبقى شباب ده بيدل على تقدم العرب في المعابد ولا النحت؟ ده ربنا بنفسه قال عليهم وكانوا ينحتون. يبقى علم الايه؟ النحت. شباب السؤال رقم 24، العلم اللي حافظ على الربط بين المدن والقرى في شبه الجزيرة العربية. شباب لما اتكلمنا على علم الهندسة في المنهج، لما اتكلمنا على الهندسة قلنا العرب كانوا بيستخدموا الهندسة في حاجتين: في بناء السدود زي سد مأرب اللي كان موجود في اليمن في الجنوب، وكمان كانوا بيستخدموا الهندسة انهم يربطوا بين المدن. ازاي؟ ان هم يعملوا طرق في الجبل ما بين الجبل ده والجبل ده والجبل ده، يعملوا طرق، فهنا ربطوا المدن في بعض. يبقى ايه العلم اللي ربط بين المدن؟ الهندسة. السؤال رقم 25، تم بناء قلعة القسطل في دولة الغساسنة. احنا اخدنا الغساسنة اللي في الشام دول بنوا قلعة، والقلعة ده شباب بناء حربي، يعني هو حاجة بحطها على الحدود بتاعتي او على الاطراف بتاعت المدينة بتحميني. تفتكروا ليه الغساسنة هتعمل قلعة تحميها من ايه؟ ان في الوقت ده شباب الغساسنة اللي في الشام كانت متحالفة مع الروم، وكان عندها قدامها الحيرة في العراق متحالفة مع الفرس، وانا اخدت ان الفرس كانوا بيهاجموا الروم، وبما ان الغساسنة كانوا تبع الروم والحيرة تبع الفرس فهم كمان هيعاركوا بعض ودول في وش بعض. فالشام قالت لك الحيرة هتيجي تضربني، طب انا هعمل لها قلعة عشان ما تعرفش تضربني. يبقى بناء قلعة القسطل كانت لاسباب ايه؟ عسكرية. بسم الله. شباب الاسئلة المقالية اللي كلنا عندنا مشكلة في الاسئلة المقالية مع انها اكتر حاجة ممكن تجيب لنا درجات. السؤال رقم 26 بيقول لي لعبت المرأة دور هاما قبل الإسلام. المرأة قبل الإسلام كانت بتلعب دور مهم زي السيدة خديجة وزي بلقيس. في ضوء هذه العبارة وما درست عن طبيعة دور كليتهما الاثنين يا شباب، لما انت درست السيدة خديجة دي كانت واحدة شاطرة جدا في التجارة، وبلقيس دي كانت ملكة سبأ. من وجهة نظرك او انت شايف او استنتج ايتهما مين فيهم اتصفت بقوة الشخصية؟ شباب لما نيجي نتكلم عن السيدة خديجة هنلاقيها دي كانت بتاع التجارة وكان عندها حكمة في التجارة، والدليل على كده انها استعانت بواحد زي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما اتكلم على بلقيس هلاقي ان بلقيس يا شباب دي واحدة كانت ملكة، كانت بتحكم، فبالتالي الواحدة دي كانت لازم يبقى عندها شخصية قوية، لازم تبقى قوية يا شباب. دي متحكمة في شعب كامل في بلد كاملة، فكانت لازم دي اللي يكون عندها قوة الشخصية والهيبة. السؤال اللي بعد كده بيقول لك ماذا كان يحدث من الناحية السياسية لو أسست قبيلة الأزد اليمنية؟ مين قبيلة الأزد ده يا مستر؟ قبيلة الأزد دي اللي سافرت أو هاجرت من سبأ بعد انهيار سد مأرب وراحت قعدت في حتة في الشام عند بئر غسان وعملت الغساسنة. قبيلة الأزد دي لو كانت عملت دولتها في جنوب العراق بدلا من بئر غسان. ايه ده مستر؟ يعني لو قبيلة الأزد دي عملت الدولة بتاعتها في بلاد العراق مش في الشام، كان ايه اللي يحصل؟ اول حاجة تغيرت ميزان القوة السياسية في شبه الجزيرة العربية. تغيرت ميزان القوة السياسية في
في شبه الجزيرة العربية. يعني ايه يا مستر الجملة دي؟ شباب في الوقت ده كان عندي قوتين، الروم والفرس. الروم مع الغساسنة او الغساسنة مع الروم، والحيرة مع الفرس، فكأنه ميزان. طب لو الغساسنة دي ما كانتش موجودة وكانت موجودة مع الفرس في العراق، هنا الميزان اتغير ولا لا؟ طبعا، ما بين كفتين لكفة واحدة، يبقى لا تغير ميزان القوى السياسية ببئر غسان. لزاد نفوذ الفرس عن الشام عن الروم، لان الفرس هيبقوا معاهم اتنين، هيبقى معاه الحيرة والغساسنة، يعني كانت هتبقى جبهة اتقل بكتير. دي الاجابة بتاعت السؤال. ايه اللي يحصل لو قبيلة الأز دي كانت عملت دولتها في جنوب العراق؟ شباب بيقول لي من خلال دراستك لطبيعة الحياة الاجتماعية عند العرب قبل الإسلام، لما تيجي تدرس الحياة الاجتماعية ما الملاحظات التي يمكن من خلالها أن تكتشف أبناء الطبقات الدنيا؟ شباب الطبقات الدنيا يعني الفقيرة. لو انت راجل كده وانت بتدرس الطبقات الاجتماعية والحياة الاجتماعية عند العرب قبل الإسلام، بيقول لك مين اللي أول ما تشوفهم تقول عليهم طبقة فقيرة؟ أو أول ما تشوف فيهم إيه تقول عليهم طبقة فقيرة؟ قال يا مستر الطبقة الفقيرة أول حاجة بيبان عليهم قلة الأموال، ناس معاش فلوس. الطبقة الفقيرة تلاقيهم بيشتغلوا في أعمال شاقة وصعبة جدا. أول ما تلاقي واحد بيعمل أعمال شاقة في أعمال شاقة وصعبة بقول عليه ده طبقة فقيرة، طبقة دنيا. الأعمال الشاقة، شكل الهدوم يا شباب بتاعتهم، شكل المنزل بتاعتهم، المنازل والبيوت والهدوم. المنزل بتاع الفقير مش زي الغني، الملابس بتاعت الفقير مش زي الغني. دي حاجات اول ما اشوفها بعرف ان دي طبقة فقيرة. رقم 29، تأثر العرب بالفرس سياسيا ودينيا وثقافيا. جاوب على السؤال ده. بص يا شباب العرب اتأثروا بالفرس سياسيا في نظام الشبه الملكي. هو ليه يا شباب في الحيرة نظامها شبه ملكي؟ عرفت منين ان في حاجة اسمها نظام ملكي اصلا؟ انها كانت تابعة للفرس، والفرس كان نظامها ملكي، فهم قلدوهم في النظام السياسي وكان شبه ملكي. طب ازاي العرب قلدوا الفرس دينيا؟ مستر الناس اللي كانوا في الشرق كانوا بيعبدوا الديانة او العبادة المجوسية، عرفوها منين؟ من الفرس. يبقى كمان في الناحية الدينية العبادة المجوسية الناس اللي في الشرق. طب ازاي اتأثرنا بالفرس ثقافيا؟ شباب اخدنا ان الدول اللي في الشمال كانت شاطرة في العلم لانها كانت قريبة من الروم والفرس، يبقى احنا اتأثرنا بهم ثقافيا في تقدم العلوم في الشمال. السؤال رقم 30 بيقول لي حدد اكتر الحرف انتشارا في شبه الجزيرة العربية ولماذا؟ شباب اكتر الحرف كانت منتشرة حرفة الرعي. للرعي بسبب الطبيعة الصحراوية بتاعت شبه الجزيرة. شبه الجزيرة طبيعتها صحراء، فده خلى الرعي اكتر حرفة منتشرة. دي بقول عليها اسباب مناخية. شباب ده كان تدريب على الدرس الاول، جمعنا نقاط كتير. نحاول الملاحظات اللي قلناها تكون مكتوبه ونكتبها في سكتش او في النوتة بتاعتنا او في الكراسه. لحد هنا شباب بنخلص الامتحان الاول ان شاء الله بالتوفيق وبالنجاح. السلام عليكم.